ايوا يا احبتي، هذه هي السلطه اللي غادي تخليكم كل نهار تخرجوا تشريو الدنجال. تجي غزاله بزاف بزاف. سبق لي شاركتها معاكم شحال هذه وشحال من عام هذا، ولكن بحيث هي سلطه تتحمق فخاصني نعاود نشاركها معكم ونفكركم بها. الاصل في هذه السلطه تناخذ الدنجال وتنقليوه، ولكن دابا غير تنقطعوا بحال هكا وتندهنوا بزويته وتندخلوا يتشوى في الفران. خاصو يتشوى مزيان مزيان. منين تيخرج عاد تنرش عليه شويه ديال الملحه، تيتشوى على عافيه مجهده في الفران. غادي ناخذ فليفله مشويه حمراء وخضراء نقطعها بحال هكا مربعات كبار، وغادي ندوزهم في شويه ديال الزويته بلديه في مقيله. الدنجال خاصو يتشوى بحال هكا، خاصو يتحمر مزيان في الفران. غادي نزيد عليه ديك الفليفله من بعد ما شحرتها شويه. كميه بطبيعه الحال ديال الفلفله مع الدنجال تتبقى على حسب الذوق ديالكم واللي متوفر عندكم، ولكن هي اكثر شيء تتعتمد على الدنجال. غادي نزيد الزيتون مقطع، المعدنوس شويه كثير مقطع، المعدنوس ما تنخلطوش مع القزبر. غادي نزيدوا شويه ديال الثومه اللي مدقوقه بحال هكا باش ما تجيش باينه في السلطه حنا تناكلوها، وشويه ديال الحامض مصير اللي مقطع مربعات صغارين. غادي نزيد واحد العصير ديال الحامضه كامله، خاصها تجي محمضه السلطه هذه، ما نبخلوش عليها في عصير الحامض. شويه ديال الزويته بلديه، شويه ديال الكمون، وشويه ديال الملح اكيد، ولكن نردوا البال ان الدنجال راه مالح. نخلطوا كلشي مزيان مزيان ونخليوها ترتاح واحد شويه. الا كانت حتى ليله كامله قبل ما نقدموها في الثلاجه تتجي رائعه بزاف بزاف. هذه بعدا الا كانت عندكم شي مناسبه وبغيتوا تحطوا شي حاجه معتبره لضيافكم، اول سلطه تفكروا فيها هي هذه. وبهكا غادي يكون سالي الفيديو ديالنا، حتى نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديده. من هنا لتما خليت لكم من هنا اللي ما يفنى. شكرا وسلامه.